فكر في الايجابي. ايه هو الايجابي؟ ان احنا هنوصل زي الفل، ان انت هتسوق عظمه زي كل يوم. دايما لما تركب العربيه ظبط الكرسي واقعد مرتاح على الاخر، وظبط المرايات على حسب تظبيط الكرسي بتاعتك. اهم حاجه تشوفها في المرايه دي او دي الاكره اللي ورا مع الشارع، مش عايزين الاكره بتاعت اللي قدام، عشان تبقى شايف حته من جزء العربيه واكبر مساحه ممكنه من الشارع. وبعدين المرايه التانيه بتعمل لها سيلكت وتظبطها برضه بالاسود. كده مش مهم الأكرة التانية، الأولانية مش مهمة، لا. المهم التانية والشارع. وهنا المفروض بقى تشوف اكبر مساحه ممكنه من الازاز اللي ورا. اوكي. الوقت المناسب بقى نرفعها، بس حط اشارتك عشان تنبه اللي جاي. وبعدين بقى عجلي، مش بنبص على شكل الدركسيون واحنا سايقين، بنبص على الطريق نفسه وبشوف عربيتي رايحه فين. لقيتها رايحه يمين او شمال بعدل الدركسيون على حسب ما انا عايز. هدي سيكه. حلو قوي. النيسان صاني خلي بالك فراملها حساسه وبنزينها حساس، فانت لما تيجي تهدي او تزود بنزين تبقى لمسات خفيفه كده. فكر في الايجابي. ايه هو الايجابي؟ ان احنا هنوصل زي الفل، ان انت هتسوق عظمه زي كل يوم.